النيل مش مجرد نهر بيروي أرض مصر. النيل مؤرخ بارع بيروي حكاية الحضارة اللي اتبنت على ضفافه. والصحراء مش مجرد أرض بور، ما هياش غير الرمال والصفار والشمس الحارقة. الصحراء بتضم تاريخ عريق وبتحكي قصص نادرة مفيش حد هيحكيها لك غيرها. والنهاردة إحنا على ميعاد مع واحدة من القصص اللي بيشترك النيل والصحراء في حكايتها. إحنا لسه هناك في معبد كومومبو، موطن حورس وسوبك. هنا النقوش والرموز بينسجموا مع بعض، العمارة والزخرفة بيكملوا بعض علشان يقدموا لنا حالة فريدة. وهتحس إن في هالة من السكينة والقدسية بتحيط بالمكان، وكأن الزمن وقف عند اللحظة اللي انتهى فيها الفنان المصري القديم من آخر نقوش المعبد. عقلك هينبهر باللغة الفنية الأصيلة اللي بتظهر في كل تفصيلة من تفاصيل المعبد. أول حاجة دخلنا هنا في المعبد في الفناء المفتوح، وهو عصر الروماني، بناه امبراطور روماني اسمه تيبريوس. الفناء المفتوح كان بيتواجد في عامة الشعب، عبارة عن 8 أعمدة أو أنصاف أعمدة كل ناحية 16 عمود. في منتصف الفناء المفتوح في المذبح الحجري اللي كان بيذبح فيه الأضاحي والقرابين للمعبود سواء سوبك أو حورس. من أول الفناء المفتوح هو يعتبر أحدث، لأن المعبد تبدأ أقدميته من الداخل إلى الخارج. أقدم مكان في المعبد اللي هو أقدس مكان في المعبد اللي هو قدس الأقداس أو قدسي الأقداس، اللي هو يعني شايفين في النظر اللي هو في المعبد هو في نهاية المعبد. الفناء المفتوح ده عصر روماني، كل المناظر اللي على الأعمدة تقديم القرابين من الإمبراطور الروماني تيبريوس سواء للمعبود سوبك أو المعبود حورس، تقربا منه في الدنيا فيخدموه في الحياة ما بعد الممات. الفناء المفتوح ده كان بيتواجد في عامة الشعب فقط لا غير، وهم من يذبحوا الأضاحي والقرابين للمعبودات، بعد كده يستمروا في دخولهم من المعبد من الداخل. بعد ما انتهينا من الفناء المفتوح في العصر الروماني الامبراطور تحديدا الامبراطور تيبريوس، دخلنا في صاله اسمها صاله الاعمده الكبرى. الجمال في صاله الاعمده الكبرى اولا هي بناها الامبراطور البطلمي بطليموس ال 12 او بطليموس الزمار، وسموه الزمار ليه؟ لانه كان بيحب جدا العزف على الناي. الجمال في الصاله ان هي بتوضح فن ومهاره المصري القديم في فن العماره. تبص في لجان الاعمده هنلاقي الامتزاج بين الحضاره المصريه القديمه والحضاره اليونانيه القديمه، من اختلاف اللجان بتاعت الاعمده من زهره اللوتس الى زهره البردي الى سعف النخيل. وده الجمال اللي هو في الصاله. كل المناظر على الاعمده تقديم القرابين من الامبراطور الروماني بطليموس ال 12 سواء للمعبود سوبك او للمعبود حورس، تقربا منه في الدنيا فيخدموه في الحياه ما بعد الممات. المنظر اللي احنا فيه دلوقتي ده منظر الملك بطليموس الثامن، ووراه زوجتاه كليوباترا الثانيه وكليوباترا الثالثه. وله حورس وهو بيعطي للسجان الحب، في نفس الوقت بيحتفلوا بعيد الحب سب او عيد السلاسيل، وهو فكره ماخوذه ايضا من المصريين، من فكره الفراعنه المصريين القدماء، انه هو في عيد حب سب او عيد السلاسيل كان بيحتفلوا به كل 30 سنه. بيعطوا للملك فترة حكم أطول وأقوى، بيجددوا فترة حكمه. في البداية كان بيلتزم بال 30 سنة دي، بعد كده أصبحت أقصى معينة ممكن تقام بعد 10 سنين أو 15 سنة. مش مهم المدة، قد المهم إن هو الطقس تقام عشان تعطوا فترة حكم ثاني أطول وأقوى. المنظر اللي احنا قدامه دلوقتي
بيوضح مدى مهارة المصري القديم في فن العمارة أو فن النحت. هنا بيمثل لها السيشات، المعبودة السيشات، ووراها الإله حورس وهو لابس تاج المزدوج، تاج الجنوب والشمال. وهي المنظر ده بيوضح بداية تأسيس المعبد، وهو فكرة حجر الأساس للمعبد. هنلاقي الجمال في لبس المعبودة السيشات، واضح طبعا اللبس بتاعها مدى أهمية مدى فن وثقافة مصر القديمة، فن العمارة وفن النحت. ومن دلوقتي احجز لخيالك مكان، عشان النيل لسه بيروي